ورجعنا الرجعة الأسطورية لحكاية تيون ابن الشيطان السماوي. فأهلا بيكم، أهلا وسهلا، وصلوا على الحبيب المصطفى أول حاجة. والقسم ده إن شاء الله هيكون أسطوري بإذن الله تعالى. طبعا أنتم عارفين إحنا بنعمل إيه، إحنا بنعمل شوية يهيون شوية يون. فأنا مش عايز أفصلكم كل شوية عن ده، لا هنعمل 6 أقسام من ده 6 أقسام من ده بإذن الله تعالى. والبقية كلها حكاياتنا هتتكمل في الاستريك، وبعد الاستريك هيكون عندنا مفاجأة حلوة ليكم بإذن الله تعالى. يعني هيكون عندكم الاستريك الاسطوري، وهيكون عندكم كمان حاجه اسطوريه بعد الاستريك باذن الله تعالى، هنقول لكم عليها بعدين. اما دلوقتي فلو ما شفتوش الاقسام اللي فاتت فانتم ما تضيعوش عليكم التجميعه اللي راحت دي، هتلاقوها في الوصف في قائمه التشغيل او من القناه. وبدون مقدمات اكتر من كده عشان جرجرنا كتير، يلا بينا نكمل حكايتنا ونصلي على نبينا. وبنكمل بقيه الاحداث، وبنشوف بطلنا يون هو داخل البيت وبيقول لنفسه دي هي المره الاولى اللي اشوف بيها مركز التدريب الخاص بوالدي. وبيشوف حيطه خرزانيه كده مخرومه حرفيا، وبيقول لنفسه جدار من الحديد الازلي، العلامات ديك بجد يا ابي، انت ليه بتعنف جدار من حديد الصقيع الازلي؟ فبيطلع ابوه قدامه وبيقول له كفايه لعب ووريني خطوات سام الرياح الاربعه. فبيقول له بطلنا زي ما انت عايز يا ابي. وبيطلق بطلنا كل الطاقه بتاعته قدام ابوه، وبيعمل خطوات سامي الرياح الاربعه قدامه. وبيقول لنفسه بيتكون فن خطوات سامي الرياح من 4 تقنيات رئيسيه، تحتوي كل تقنيه على ما يزيد عن 900 حركة جواها، اعتمادا على كيفية تفسير الشخص واستخدامه للحركات دي. ممكن تتغير الحركة شوية وبالتالي تتغير قوة الخطوات. وبيعمل بطلنا الخطوات قدام ابوه، وبيكون مستغرب ليه ابوه بيبصله بالطريقة دي، وهل عمل هو اي خطأ. فبيقول له ابوه انت سريع قوي، انا ما افتكرتش انه تقدمك هيكون بالسرعة دي بالفترة الصغيرة اللي مرت. وبيكملنا بطلنا وبيقول لنفسه بعد ما اطرى علي ابويا حصل حوار ما بيننا حوالين الفنون القتالية، ودخلنا لعدة مواضيع مع بعض ما اكتفاش من خلالها والدي انه يعطيني رايه، بل كمان سمع لآرائي بتمعن شديد، بل والاعجب من كده انه اقر بيها وتقبلها كمان. وبعدها بنشوف ابوه بيقول له انا شايف انك استوفيت الموضوع بجد، فتفسيرك بضخ المزيد من القوة في الرجل اليمين باين منطقي قوي. فبيقول بطلنا بنفسه ما خطرش ببالي ابدا انه والدي بالسعة الفكرية والعقلانية دي لما يتعلق الموضوع بالفنون القتالية. وهنا بيقول له الاب فتح عينيك كويس، فجاء دوري علشان اوريك اللي انا عرفت اعمله بخطوات سامي الرياح الاربعه. فبيغمض بطلنا عينيه وبيبدا يشوف ابوه بيعمل ايه، فبيغرق غرق شديد في ميه او في بحر الادراك. وبيقول لنفسه بفضل الحوار مع والدي اتعمق فهمي لخطوات سامي الرياح اضعاف مضاعفه. وبنشوف بعدها بطلنا بيشكر ابوه على حكمته الشديده، وبيقول لنفسه اللي انت اديتهولي ده يا ابي انا اسدده بان انا قاتل موجي. وبيقول للاب هحرص ان انا اسدد الدين ده ليك يا ابي. فبيقول له الاب يا ولد كفاياك سخافات ويلا بينا ناكل. فبيستغرب بطلنا وبيقول ايه قصدك ايه؟ فبيقول له الاب ايه مالك يلا بينا ناكل. فبيقول له الاب دي هي المره الاولى اللي انت تدعو فيها شخص بنفسك عشان ياكل اكل معاك. فبيبص له الاب كده وبيلف وبيقول له الموضوع مستحقش انك تبدي القدر ده من الدهشه، على فكره كل بقدر ما انت عايز. وبيشوف بطلنا الاكل قدامه وبيقعدوا الاتنين صامتين لفتره. فبيقول بطلنا بنفسه لعله شايف هدوئي ده خارج عن المألوف، فهو ما تعودش كده عليا، اتعود ان انا اديله شويه هزار شويه مزاح، ولكن ابي ما عرفش ابدا. فاللي بيحصل في اللحظات دي من صمت هو اللي انا كنت متعود عليه لما كنت باكل اكل معاه قبل ما ارجع بالزمن. المكان ده والشعور ده مش هفتقدهم ابدا، بل في واقع الموضوع كنت بوهم نفسي بده. ما توضحش الموضوع ليا الا دلوقتي في اعماق قلبي كنت بكن فيها لهفه للمجالسه دي. فبيقول له الاب ايه مالك الاكل ما عجبكش ولا حاجه؟ فبيقول له بطلنا وايه اللي هيحصل لو مش عاجبني؟ هل ناوي انك تبدل طبقك معايا؟ فبيقول له الاب مفيش فايده منك يا ولد، ايه اللي جابك النهارده عشان تزورني؟ في عليك حاجه؟ فبيقول له بطلنا انا جيتك بطلب وارجو انك ما تردنيش ابدا. فبيساله الاب عايز ايه بالظبط؟ اتكلم. فبيقول له بطلنا يون ارجو منك انك تقبل اضافه فرد جديد للعائله. فبيتفاجئ الشيطان السماوي وبيساله ابني هل عايز تتجوز؟ فبيقول له بطلنا لا انا عايز بس انه الفنون السيف المحلق لحارستي الشخصيه
الشخصية لأهن. وبيقول بطلنا بنفسه أنا بخطط إن أنا أعلم أهن فنون السيف السماوية اللي أتقنتها، فالفنون دي ضرورية عشان أخليها عايشة في المستقبل، وأخليها كمان قائدة لفيلق الظلال اللي أنا هبنيه. ولكن المشكلة هنا في كون فن السيف المحلق فن قتالي يتمرر بس لأصحاب الدم مع الشيطان السماوي. فبيقول له الأب أنت مش متمانع تطعن أخوك الحي بالدم، ولكن عايز تعامل حارستك الشخصية وكأنها من العيلة. فبيقول له بطلنا فبالنسبة لي هي أغلى من أصحاب الدم، كما أننا بوثق بقدرتها أنها تبلغ مكانة عظيمة بالمستقبل. فبيقول له الأب هل مش بتمانع أنك تعمل ده؟ فتقنية السيف المحلق هي فنك الفريد اللي تعلمته من سجلات العائلة. فبيقول له بطلنا ما تقلقش لأني ناوي أخلي فن القتال الفريد فنون الكوارث التسعة الشيطانية. وبيقول لنفسه فنون الكوارث التسعة الشيطانية هو مش شيء ممكن تورثه لمجرد أنك قريب الشيطان السماوي بالدم، لأنها ما بتتمررش إلا لخليفة الطائفة. فبيقول له الأب يا باين انك واثق قوي من نفسك، اعمل اللي انت عايزه. فبيتفاجأ بطنه وبيقول لنفسه هل هو اداني دلوقتي اذن بكل سهولة كده؟ فبيكمل الاب مقابل ده اوعدني بشيء واحد، لو كنت عايز تقتل شيطان فايق بلغني قبل ده ايا كانت هويته هو مين. فبيقول له بطلنا انا احرص ان انا ابلغك طبعا يا ابي. وبعدها بنشوف اهن وهي جايه عند بطلنا وبتساله انت طلبت حضوري يا سيدي؟ فبيقول لها بطلنا يا اهن انا اللي طلبت حضورك، ابتداء من النهارده انا همرر لك فن قتال جديد عشان تتعلميه. فبتتفاجئ اهن وبتقول ايه قصدك ايه يا سيدي؟ فبيقول لها بطلنا اللي سمعتيه صحيح، عشان يكون بعلمك كمان انه الفن ده هو فن السيف المحلق. فبتتجنن اهن وبتقول لا مستحيل، مش فن السيف المحلق هو واحدة من الفنون القتالية اللي بيتناقلوها اقراب الشيطان السماوي بس. فبيقول لها بطلنا هل ده بس كل اللي انت عايزة تقوليه؟ فبتقول له اهن كنت عايزة اقولك كتير ولكني هكتفي بالقدر ده، مستحيل انا برفض اكيد اللي انت بتقوله لو اكتشف الشيطان السماوي ولكن هنا بيقطعها بطلنا وبيقول لها ابويا اداني الاذن اصلا. فبتتفاجئ اهن وبتقول له بجد يا سيدي؟ فبيقول لها بطلنا جد جد. فبتقول له اهن بس السيف المحلق فنك القتالي الفريد ليه انت عايز تديهولي؟ فبيقول لها بطلنا عشان تبقي جزء من فيلق الظلال لازم تتعلمي فنون قتالية رفيعة المستوى زي دي، كما انك كمان اعز عليا من اللي بيجمعني بيهم نسب وقرابة، عشان كده مش بمانع ان انا اعلمك. فبتتفاجئ اهن قوي من كلام بطلنا وبتقول انا لسه مجروش ان انا اتعلم الفن القتالي الخاص بسيدي الشاب، انا ما اقدرش اعمل كده، طوال حياتي ما شعرتش ان انا عزيزة او ليا قيمة عند حد. فبيقرب لها بطلنا وبيقول لها اهن انت لطالما كنت شخص غالي بالنسبة لي. فبتعيط اهن كتير قوي على بطلنا وعلى اللي كان بيحصل فيها قبل كده من ظلم. وبعدها بنشوف بطلنا هو بيدرب اهن وبيقول لنفسه لفترة من الوقت ركزت بس على تعليم اهن وادارة جناح العالم السفلي، وخصصت الباقي من وقتي عشان تدربي الخاص. اتشبعت اهن خلال المدة دي بفن السيف المحلق السماوي زي الاسفنجة بالظبط، وفاقت موهبتها في الفنون القتالية كل توقعاتي، وبفضل جهدها الكتير تقدمها كان سريع لدرجة أثارت دهشتي. وعرفت وقتها من خلال تعليمها إنه التعليم مكان ممتاز انك تتعلم منه. ففي حياتي الماضية قبل ما ارجع بالزمن ما علمتش حد ابدا ولو لمرة واحدة، مما خلى التجربة دي بالنسبة لي شيء غالي قوي. وعند جناح العالم السفلي بيشوف بطلنا بيقول مر وقت طويل على اخر لم شمل لينا اخر مرة مش كده؟ فبيندهوا كل المحققين ايوه يا سيدي. فبيكمل بطلنا عجباني حماسكم، ولكن مع ده جيت النهاردة علشان ارمي زيت على جمركم، جمر عزيمتكم ده انا عايز اشعلله اكتر. فبيستغربوا كلهم. فبيقول بطلنا سيو افتح الصندوق. فبيفتح سيو الصندوق وبيتفاجئ قوي من كمية الفلوس اللي موجودة منه، وبيسأله عايز يعمل فيها ايه. فبيقول له بطلنا سلم حزمة لكل فرد هنا. فبيتجنن سيو. فبيقول له بطلنا ولا بسرعة. ولما بيديهم سيو الفلوس بيقول لهم بطلنا دي هدية خاصة مني ليكم كلكم. فبيشكروه كلهم. فبيقول لهم بطلنا انا اديتكم الفلوس دي لاني انا مش عايز منتسبين الجناح انهم يقعوا تحت اي ضغوطات خارجية ايا كان هيئتها ايه، انتوا فاهميني؟ عشان كده اتعلموا ان انا مش هتهاون مع اي شخص بتسوى لنفسه يقبل رشوة مهما كان عذره. ففي حال جال حد منكم ظروف مفاجأة وكان محتاج فلوس لازم يجيلي واقدم له فوق راتبه برضه الشهري سلفة، ولو ما كانش ده كافي هدفع له من فلوسي الخاصة، فهمتم؟
فبيقولوا له كلهم بصوت واحد انهم فهموا كلامه. وبعد ما يمشوا بيقول له سيو اعذرني يا قائد الجناح، بس عرفت ازاي؟ فبيقول له بطلنا عرفت ايه بالظبط؟ فبيقول له سيو المحقق ايكو محتاج فلوس كتير فزواج اخوه الصغير على الابواب، مما خلاه يبذل قصارى جهده في الشغل عشان يجمع فلوس ويكمل الموضوع. شخص زيه قضى حياته في رعاية الناس التانيين، صرف كل فلوسه على علاج والديه قبل ما ياخدهم الموت منه، وهو دلوقتي بيعيل اخوته الصغار وبالكاد بيلاقي اي حاجة ياكلها وبقت جيوبه فاضية وحالته يرثى ليها. فبيقول له بطلنا اكيد ما كنتش عارف اللي انت بتقوله ده، فايه اللي بيعرفني التفاصيل دي؟ فبيقول له سيو ما تحاولش تكذب عليا. فبيضحك بطلنا وبيقول لنفسه اكتشفت الموضوع بالصدفة الشديدة، وكانت نيتي ان انا ادي المحقق ايكو الفلوس من دون غيره، ولكن لما بصيت في الموضوع وفكرت شوية شفت ان انا اعمم العطاء على الكل لما فيه من منفعة عامة وما خلوهوش يشعر بالصغرة مقارنة بزملائه. فبيقول له بطلنا هل بيهمك الدافع وراء افعالي للدرجة دي؟ فبيقول له سيو طبعا يا سيدي، فالولاء ما بيطلعش من الصدفة العابرة كده. فبيضحك بطلنا وبيقول ما تتخدعش بالافعال المبهرجة دي، فاللي عملته كان مجرد حيلة عشان ابان كويس قدامكم كلكم. فبيبص له سيو وبيقول له انا لسه رافض ان انا اصدقك يا سيدي، ففي عالم ما بتنفعش فيه الحيل دي هيفضلوا الناس يجتهدوا علشان يستغلوك باي حال من الاحوال. فبيبص له كده بطلنا وبيمشي سيو بعدها، وبيستغرب بطلنا من ده. وعند طائفة النصل الجنوبي بنشوف بطلنا جاي عن شيطان سيف الدم اللي بيقول له ايه اللي جابك هنا يا سيدي الشاب؟ هل جيت عشان تعتقلني ولا حاجة؟ فبيقول له بطلنا وليه انت قلقان كده؟ هل عملت اي جرايم في اثناء غيابي؟ فبيقول له شيطان سيف الدم سواء بالماضي او الحاضر حياتي مليئة بالاخطاء. فبيقول له بطلنا لحسن حظك مش النهارده. فبيسأله شيطان سيف الدم جايله ليه؟ فبيقدم له بطلنا حاجة وبيقول له جيتك عشان اديك الهدية دي. فبيسأله شيطان الدم ده ايه ده؟ هل هيطلع منها غاز سم لما افتحها ولا حاجة؟ فبيقول له بطلنا وفين انا ممكن الاقي مكان بيبيع صندوق بيطلع سم؟ ده غبي، كنت عايز اشتري صندوق زي ده لو اتلاقى. فبيسأله شيطان سيف الدم ده ايه؟ فبيرد بطلنا انه لازم يفتح صندوق عشان يعرف، واول ما بيفتح بيتفاجئ شيطان سيف الدم. فبيقول له بطلنا دي حبة سم النبيذ من الدرجة العتيقة. فبيقول له شيطان سيف الدم ما انا عارف، ولكن ليه انت بتديها لي؟ فبيرد بطلنا دي هدية عيد ميلادك سوربريز. فبيتفاجئ شيطان سيف الدم وبيقول ايه عيد ميلاد ايه؟ فبيقول له بطلنا عيد ميلاد سعيد يا جميل، هل نسيت ان النهارده عيد ميلادك ولا حاجه؟ فبيقول له شيطان سيف الدم النهارده عيد ميلادي انا ازاي؟ فبيقول له بطلنا انت ما كنتش عارف ولا حاجه؟ فبيقول له شيطان سيف الدم انا وقفت اهتمام باشياء زي عيد ميلادي من وقت طويل، بس انت عرفت ازاي؟ فبيقول له بطلنا وانت فاكرني مين؟ مفيش معلومه جوه الطائفه ما بتكونش موجوده في الجناح السفلي، لان انا عارف عنك اللي انت حتى ما تعرفوش، فحتى عدد بوكسراتك انا عارفه كمان. فبيقول له شيطان سيف الدم عدد بوكسراتي؟ هو كم عدد بوكسراتي اصلا؟ فبيقول له بطلنا يا راجل التعبير كان مجازي، على اي حال عيد ميلاد سعيد، شوفك بعدين. وبيلف بطلنا علشان يمشي. فبيقول له شيطان سيف الدم هل بجد قطعت كل الطريق ده لهنا وجيت لي علشان تديني الهديه دي؟ فبيقول له بطلنا ما تقلقش، فما هي الا مجرد هديه عيد ميلاد، ما تشعرش بالضغط الشديد كده. وبيعتذر منه بطلنا وبيقول له انه ماشي دلوقتي. فبيقول له شيطان سيف الدم هل ناوي تمشي كده وبس؟ فبيقول له بطلنا فانا مشغول قوي، خلينا ناخد مشروب بعدين في الحانه، هكون في انتظارك. وبيسيبه بطلنا وبيمشي. فبيقول شيطان سيف الدم هديه عيد ميلاد، وبعدها بيروح بطلنا على مكان تاني وهو البيت بتاعه. وإذ فجأة بيلاقي في وشه زهرة السيف الأسمى سهى وهي قاعدة قدام وبتقول له سيدي الشاب انت باين انك كان عندك يوم صعب، ايه رايك تشرب لك حاجه قبل ما تدخل؟ فبيتفاجئ منها بطلنا وما بيكونش باين عليه انه هو متوقع جيتها ابدا. فبيقول لها بطلنا زي ما انت عايزه يا كبيره، ولكن مش انت قلتي انك بطلت تشربي؟ فبتقول له سهى الشراب ده ليك انت مش ليا، انا ما بشربش. فبيشكرها بطلنا وبيشرب بعدها فورا. فبتساله سهى انت مش خايف يكون الشراب ده مسمم ولا حاجه؟ ليه ما بصيتش عليه قبل ما تشربه؟ فبيقول لها بطلنا مفيش داعي ان انا ابص له ما دمت مستعد ليه. فبتستغرب وبتساله مستعد ازاي؟ فبيطلع بطلنا يوم من بقه حاجه بتكون نفس الحبه اللي اداها لشيطان سيف الدم، وبيقول لنفسه الحبه دي اللي اديت زيها لشيطان سيف الدم ما بتمنعش بس السموم من الانتشار بجسد اللي حاططها ببقه، بل ليها القدره كمان انها تشيل السم لو خليتها ببقي اثناء ما انا بشرب اي مشروب. فبتقول له سهى بالحكمه
حكمة على حجمها ولونها، دي حبة سم الشراب صح؟ فبيقول لها بطلنا اعذريني على صراحتي، ولكني عارف كونك انك كرهاني وعندك شوية نوايا خبيثة تجاهي، عشان كده اكيد انا مش هشرب اي حاجة من اللي انت بتقدمها لي بدون ما اخد حذري. فبتسأله سهى وهل عملت نفس الشيء مع شيطان سيف الدم لما قدم لك شراب؟ فبيقول لها بطلنا لا طبعا. فبتسأله هي هل بتوثق بشيطان سيف الدم وما بتوثقش بيا انا؟ فبيقول لها بطلنا انا عشت احداث ووقائع كتيرة مع شيطان سيف الدم قبل ما ناخد مشروبنا الاول مع بعض. فبتقول له سهى واحنا مش مرينا بالكتير مع بعض احنا كمان؟ فبيقول لها بطلنا لا ارجوكي ما تدعيش حاجة ما حصلتش. فبتقول له سهى ولكني اوصيت بكانجو لقيادة الجيش الشيطاني علشانك. فبيبص لها بطلنا بنظرة جدية وبيقول لها هل كانت توصيتك دي بجد علشاني؟ فبتتفاجأ سهى منه وبيكمل بطلنا اتنيننا عارفين انه توصيتك لكانجو ما كانتش علشان منفعتي انا، بل لاعتقادك انك تقدري تجبريني ان انا اقطع علاقتي بشيطان سيف الدم لو عملت شيء زي ده. انا عايز ان انا اعيش معاك كتير يا كبيرة تماما زي شيطان سيف الدم، عشان كده انا كمان انا عايز اشرب مشروبك بدون ما اضطر استخدم حبة تنقية السموم. فبتتعصب سهى منه وبتقول له زي عادتكم يا رجاله ما تتكلمش بحاجه ما بتعنيهاش بجد قدامي، فانت كليا دلوقتي بصف شيطان سيف الدم. فبيحط بطن الحبايه من ايده وبيصب نفس المشروب بالكاس بتاعه وبيشربه قدام سهى وبينزل كده الكوبايه وهي متفاجئه قوي منه. فبيقول بطن بنفسه ست زيها عندها نفس عزيزه مش هتقبل ان انا اقارنها بشيطان سيف الدم، بتعتز بنفسها كتير قوي بانها حتى لو اتحطت في كفة مقارنة معاه لازم كفتها هي اللي تترجح بدون اي تردد، بالتأكيد مش هتلجأ انها تستخدم اي سم. فبتبص له سهى كده وبتقول له سيدي الشاب انت بتسعى لايه؟ ايه هو هدفك الحقيقي مني؟ هل عايز حاجة؟ فبيقول لها بطلنا انا عايزك تساعديني ان انا ابقى خليفة الشيطان السماوي، ولكن بتساعديني بشرط انك ما تطلبيش مني اقطع علاقتي مع شيطان سيف الدم. فبتتفاجأ سهى منه وبتقول له بعصبية السيد الشاب في عالمنا ده مفيش اي شخص بياخد اي حاجة هو عايزها بدون ما يرد مقابلها الا الحاجات اللي بتجيك من ابوك وامك. فبيقول لها بطلنا انا هروح علشان اشرب بالحانة النهاردة بالليل لو كنت عايزة تقدري تيجي. فبتمشي زهرة السيف الاسمى من عند بطلنا وبيتفاجأ بطلنا بوصول ابوه لعنده. فبيقول لنفسه هو ايه مشكلة اليوم ده؟ ما خلصش اليوم بعد ما التقيت اتنين من الشياطين الفائقين، اهو ابويا برضه هنا. وبيسأله يون ايه اللي جابه لمسكنه المتواضع. فبيقول له الاب جيت علشان اشوف حياتك ماشيه ازاي. فبيقول بطلنا بنفسه دي هي المره الاولى اللي يجي بيها والدي لهنا، لما ابص وافكر كويس انا حصلت على اول رحله صيد وبعدها مباشره اكلنا مع بعض لوحدنا، وهو دلوقتي بيزورني في مسكني. بالحياه دي انا حصلت على الكثير من الحاجات لاول مره مع والدي. وبيقول له بطلنا انه يدخل. فبيقول له الاب وليه انا اكون عاوز ان انا ادخل لغرفه كريهه الريحه ساكنها رجل اعزب مش متجوز. فبيقول له بطلنا اسمح لي ان انا ادخل عشان اجيب لك كرسي على الاقل. فبيقول له الاب مفيش داعي لي انا قعدت لوقت طويل بما فيه الكفايه النهارده. فبيضحك بطلنا وبيطلع عند الاب وبيقول له في الواقع كلمني طبيب في يوم من الايام وقال لي انك تقعد وتتلقح لوقت طويل هو اشد حاجه ممكن تقتل صحتك، فكل ما طالت قعدتك وخمولك كل ما قصر عمرك. فبيقول له الاب هل في حاجه في طول العمر بتحببك فيه؟ فبيقول له بطلنا اكيد يا ابي، لسه في كتير من التجارب اللي انا عايز امشي فيها، فانا عايز اجرب كل حاجه ليها نفع واي متعه قبل ما يجيلي الموت. وانت ايه رايك يا ابي؟ هل مفيش حاجه حابب تعملها بخلاف كونك الشيطان السماوي؟ فبيقول له الاب طبعا لا يا ابني. وبيسكت بعدها الاب. فبيقول بطلنا بنفسه ابي بيدعي ان هو مش عايز حاجه، ولكن نبره صوته اثناء جوابه كانت زي الشخص اللي بيقول انه في حاجه اعقد من انها تتحكي. وبيكمل بطلنا يون وبيقول لابوه اذا كان لعمرنا بقيه فانا عايز اسافر معاك للسهول الوسطى في يوم من الايام. فبيتفاجئ الاب وبيبص لبطلنا. فبيكمل بطلنا كلامه ما اقصدش بقولي ده ان انا عايز اهاجم تحالف اتحاد الموريوم، انا عايز بس ان احنا نتمشى مع بعض هنا وهناك عشان نشوف الناس بيعيشوا ازاي. ليه ما بتوعدنيش انك تعمل معايا رحله يا ابي للسهول الوسطى في يوم من الايام لو كان في فرصه؟ سمعت انه الجبال الكبيره اللي فيها تلج دايما هناك عندها بروده شديده ولطيفه في ظل حرقه الصيف، ايه رايك؟
فبيسكت الاب وما بيديش جواب لبطلنا ابدا، وبتغرب الشمس. وبعدها بنروح للحانة وبنشوف الملك بيقول امل انه تعجبكم الوجبة النهاردة. فبيشكره بطلنا وبيقول له الملك لا انا اللي هشكرك النهاردة يا سيدي الشاب، فمن لما انت عملت فرع لجناحك هنا قريب مننا انخفض عدد المحاربين اللي بيعملوا فوضى بعد ما يشربوا، وقلت كمان عدد الطاولات اللي بيمشوا اصحابها بدون ما يدفعوا حسابهم. فبيقول له بطلنا ان هو فرحان له. فبيقول له الراجل الفضل كله بيرجع لك يا سيدي الشاب، والموضوع مش واقف عليا، فكتير من الاشخاص هنا اخذوا المساعدة من جناح العالم السفلي بغض النظر عن مدى كبرها او صغرها، مما خلاك مشهور قوي بجد هنا يا سيدي. وهنا بيحضر شيطان سيف الدم وبيزلزل المكان حرفيا، وكل الناس بيبداوا يخافوا. فبيقول لهم بطلنا ما تقلقوش، الشيخ الشيطان الفاخ لجانبي هنا النهارده عنده شخصية عظيمة واخلاق رفيعة قوي، ما تخافوش كده وكملوا اللي انتم بتعملوه، فما دمتم ما تعملوش اي فوضى هتكونوا بخير. فبيقعد شيطان سيف الدم وهو بيقول بالله عليك ليه بتكذب؟ فبيقول له بطلنا ما فيش مشكلة بكذبة مش مؤذية زي دي، كذبة بيضة يعني، على الاقل كده يقدروا ياكلوا يشربوا ويدفعوا الثمن اللي هم بيعملوه بدون ما يشعروا بالضغط من اللي حواليهم. فبيقول له شيطان سيف الدم ولو ما عجبهمش الموضوع خليهم يمشوا بس. فبيقول له بطلنا لو كنت جريء للدرجة دي ايه رايك تدفع الثمن اللي هم طلبوه، خدوا الفلوس دي ونقلوا عشان تشربوا في مكان تاني، اما انت يا مالك الحانة انا اعوضك عن الخسائر فما تقلقش، ايه رايك دلوقتي تصيح بالصوت ده زي ما انا بقول لك؟ فبيقول له شيطان سيف الدم انت بدأت تتصرف زي الارثوذكسيين بالظبط. فبيقول له بطلنا الموضوع مش بيتعلق بالارثوذكسيين او الصلاح من عدمه، فدي هي الاداب العامه عشان ما تنتشرش الهمجيه فيما بيننا. فبيقول له شيطان سيف الدم وهل فاكر انه الصقل الشيطانيين لازم يتصرفوا كده؟ فبيقول له بطلنا وهل مش الصاقلين الشيطانيين بشر من لحم ودم كمان؟ فبيتفاجئ شيطان سيف الدم وبيقول له اسمعني يا سيدي الشاب، يا وايد زي دي انا مش قادر اتاكد اذا كنت انت بتنتمي لطائفتنا ام انك بتنتمي لتحالف الموريوم. فبيضحك بطلنا وبيقول لنفسه ما اعتقدش ان هويتي هي حكرة على الطائفة الشيطانية، ففي مضى انا تركت الطائفة في شبابي واتجولت في السهول الوسطى طوال حياتي والتقيت مختلف انواع البشر. وبيقول له بطلنا يلا بينا عيد ميلاد سعيد. فبيقول له شيطان سيف الدم وطي صوتك، سيبك من الامور الفاضيه دي، فايه كويس في الواحد انه يكبر له سنه بعد سنه. والله يا شيطان سيف الدم حتى انا بقى عمري 28 سنه دلوقتي وانا انا بعيط على السنين اللي مرت. فبيقول له بطلنا بالله عليك ايه عذرك، خلي الشخص يستمتع بيومه. فبيقول له شيطان سيف الدم انت بجد بتستمتع بالشرب على عكس اللي انت بيبان عليك يا سيدي الشاب. فبيقول له بطلنا وانت كمان يا شيطان سيف الدم ايه عنك، ايه اللي انت بتعمله؟ فبيقول له شيطان سيف الدم انا تعودت فيما مضى ان انا استمتع بيه، الا ان انا ما عدتش زي الماضي وبدات اقتصد في الشرب كتير قوي. وهنا بيجي صوت بيفاجئ شيطان سيف الدم وهو بيقول ولكنك لسه ما وقفت الشرب زي ما انا شايفه. فبيتفاجئ شيطان سيف الدم وبطلنا كمان بحضور زهرة السيف الاسمى سوها، وهي كمان بتتفاجئ بشيطان سيف الدم اصلا. فيا ترى ايه اللي حصل بين الاتنين علشان يكونوا كده مع بعض، وهل هم متعصبين من بعض علشان في حاجة ما بينهم؟ كل ده واكتر من احداث اسطورية هنعرفها في الاقسام اللي جاية من حكاية تيون ابن الشيطان السماوي. فلو وصلتم للدقيقة دي من الفيديو فانتم اساطير الاساطير، واكتبوا لنا في التعليقات الكلمة المميزة بتاعتنا شعر. وبس يا شباب ما تنسوناش من اللايكات الاشتراكات، ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى تذكروا الله. اشوفكم ساعات بخير ان شاء الله. شكرا على المشاهدة، سلام.